مساء الفل، ازيكم يا شباب؟ الاخبار معاكم اخوكم دكتور عمرو عبد الله. اهلا بيكم في فيديو جديد وماده جديده وهي الهيستولوجي. تعالى كده بالراحه نفهم يعني ايه هيستولوجي. بص كده معايا. هيستولوجي كلمه بتتكون من مقطعين. اول مقطع وهو هيستو، ومعناه يعني الانسجه. يبقى هيستو يعني ايه؟ الانسجه. واولوجي في اي حته يعني علم. فعشان كده يا جماعة مادة الهيستولوجي دي علم الأنسجة. طب يعني إيه يا دكتور نسيج؟ وفي علم الأنسجة دي هنعرف إيه وهنفهم إيه؟ تعالى كده بالراحة أفهمك الحدوتة هتبدأ إزاي. طبعا إحنا معانا عبد السلام. عبد السلام ده هنحتاجه كتير طول السنة. عبد السلام زي ما أنت شايف أهو، في جسمه في أعضاء، وعبد السلام ده بنسميه هيومن بودي، يعني أو هيومن بودي، جسم الإنسان. تمام؟ يبقى الهيومن بودي جسم الانسان فيه اعضاء بالانجليزي يعني اورجانز. تمام؟ زي في القلب هتلاقي فيه الكراش وفيه الايه؟ الكبد. تعال كده نكبر الايه؟ الكبد ونطلعه. يبقى احنا اتفقنا حتى الان الهيومن بودي جسم الانسان عبد السلام فيه اعضاء زي ما انت شايف. كبرنا العضو زي مثلا ده الليفر. ليفر يعني ايه يا ولاد؟ يعني الكبد. تمام؟ الكبد كبرناه اهو. طب تعالى ناخد حتة من الكبد كده ونكبرها. هنلاقي الكبد بيتكون من أنسجة أصغر اسمها التشو. تشو يعني إيه؟ تشو يعني نسيج. تشو يعني إيه يا جماعة؟ تشو يعني نسيج. يبقى تاني بالراحة. أنا جبت عبد السلام. عبد السلام شفت عضو من أعضائه زي الكبد، طلعت الكبد كده وكبرته تحت الميكروسكوب. تمام؟ لأن في المادة دي هندرس كل حاجة تحت الميكروسكوب. فطلعت الكبد ده تحت الميكروسكوب، لقيته بيتكون من حتت اصغر. الحته دي اسمها تشو، ومع تشو مع تشو هيعمل لي اورجان، هيعمل لي عضو. تشو يعني ايه؟ تشو يعني نسيج. قال لك الله، طب عايزين التشو ده نكبره ونشوف بيتكون من ايه. كبرنا التشو لقينا التشو الواحد بيتكون من حاجات اصغر اسمها خلايا، اسمها سيل. سيل يعني ايه يا جماعه؟ يعني خليه. سيل يعني ايه؟ يعني خليه. كبرت السيلز اهو، لقيت سيل مع سيل مع سيل، خليه مع خليه مع خليه، هتعمل لي تشو. تشو مع تشو مع تشو هيعمل لي اورجان اللي هو الكبد. اورجان مع اورجان مع اورجان هيعمل لي الهيومن ايه؟ الهيومن بودي. يبقى خلي بالك تركيب جسم الانسان بيتكون من ايه؟ بيتكون من الاعضاء، والاعضاء بتتكون من انسجه. تشو مع تشو مع تشو يكون لي عضو، والنسيج بيتكون من خليه، خليه مع خليه مع خليه تكون لي ايه؟ تشو. يبقى بالراحه كده نجيبها من العكس. بص بص بص. قال لك الخلايا دي لو جمعناهم مع بعض هيعملوا له تشو. طب التشو اللي هو النسيج نجمعه مع بعض هيعمل لي اورجان. طب اورجان واورجان واورجان ورئه وهكذا يعملوا لي ايه؟ يعملوا لي جسم انسان. قال لك جميل. قال لك طب بص، الخليه دي عايزين ندرسها، وده اول شابتر معانا في الهيستولوجي بعنوان السيتولوجي، علم الخليه. عايزين ندرس الخليه دي ونعرف كل مكون فيها. يعني نعرف مثلا اللي بره ده بنسميه السيل ممبرين، الغشاء بتاع الخليه. وده موضوع الفيديو النهارده بتاعنا. عايزين نعرف تفاصيل عن السيل ممبرين. عايزين نعرف، بص الخليه نلاقيها فيها نيوكليوس، نواه، والنيوكليولاس نويه هتبقى ليها محاضره وفيديو خاص بيها لوحدها. هيبقى في جولجي، والجولجي ده هيكون مسؤول عن انتاج البروتين وتظبيطه. هيكون في ميتوكوندريا تديك الطاقه وتديك الانرجي وتدعمك. هيكون في حاجه اسمها رايبوسومز بتنتج بروتينات، والجولجي بيظبط البروتينات. دي كل الحاجات اللي في الخليه اللي في السيل هندرسها بالتفصيل. بس احنا عايزين نعرف النهارده وندرس السيل ممبرين. عشان كده انا عملت لك المقدمه دي، لان لما اجي اقول لك هندرس الخليه هتيجي تقول لي يعني ايه خليه يا دكتور؟ انا بعتبر انك ما تعرفش حاجه وداخل الكليه وما خدتش حاجه في ثانويه عامه. فالخليه يا جماعه دي اصغر حاجه في جسمك، لان خليه مع خليه مع خليه تعمل لي تشو. تشو مع تشو مع تشو هيعمل لي اورجان. اورجان مع اورجان هيعمل لك جسم الايه؟ الانسان. طب تعالى نشوف السيل ممبرين بيتكون من ايه. تعالى نشوف بقى تركيب السيل ممبرين. احنا اتفقنا ان الخليه ليها غشاء للخليه هو اللي بيحميها، بيستحق لقب ايه؟ سيل ممبرين. يعني ايه سيل ممبرين؟ تعالى بالراحه. سيل يعني خليه، تمام، وممبرين يعني غشاء. فالسيل ممبرين ده غشاء الخليه، تمام.
يبقى السيل ممبرين غشاء الخليه، تعالى نتكلم عنه ونشوفه تحت الميكروسكوب. الهيستولوجي يا جماعه تعالى نتفق كده على اساسيات. هيستولوجي يا باشا يعني انا هشوف تحت الميكروسكوب، واحنا عندنا نوعين من الميكروسكوبات. اول حاجه اللايت ميكروسكوب، تمام، هتلاقي صورته اهي. صوره اللايت ميكروسكوب ده هتلاقيه في المعمل عندك في الهيستولوجي، تمام. بتكون ميكروسكوبات صغيره وميزتها انها بتجيب لك الصور الوان، بتلاقي الصوره فيها احمر وازرق. يبقى ميزه اللايت ميكروسكوب ان هو بيجيب لي الصوره الوان ومتوفر في الايه، في المعامل كلها، وهو ده اللي بتشوف عليه العمل. وفي عندنا ميكروسكوب تاني اسمه الكترون ميكروسكوب، بيستخدم الالكترونات عشان تشوف الصور، وبيبقى ده شكله كبير جدا، شكله بيبقى كبير جدا زي ما انت شايف، وده انت ما بتتعاملش معاه، تمام. بس ميزته ان هو بيجيب لك الصور مكبره، ويجيب لك الحاجات الصغيره يكبرها لك وتقدر تشوفها. والصور فيه بتبقى ابيض واسود، الصور فيه بتبقى ابيض ايه، ابيض واسود. يبقى خلي بالك احنا عندنا اي حاجه هندرسها في الهيستولوجي لازم نقول اللايت ميكروسكوب بتاعها واختصاره LM، والالكترون ميكروسكوب بتاعه واختصاره EM. ده دايما الصور بتكون ملونه احمر وازرق، وده دايما الصور بتكون ايه، ابيض واسود، تمام. جميل جدا. احنا هناخد الميتوكوندريا نتكلم عن اللايت ميكروسكوب بتاعها الكترون ميكروسكوب. هناخد الريبوسوم نتكلم على لايت ميكروسكوب الكترون ميكروسكوب. اي حاجه في الهيستولوجي بقى عود نفسك، احنا علم انسجه بنشوف تحت الميكروسكوب ونوصف، لا فيها اي حاجه وانت اوصف اللي انت شايفه. فعشان توصف اللي انت شايفه عايز رسمه نظيفه. حفظت الرسمه، يعني مثلا رسمت لك رسمه حفظتها، انت كده ايه، حفظت الايه، الهيستولوجي. والهيستولوجي تبقى معاك لعب عيال وتمشي في الهيستولوجي زي السكينه في الحلاوه، تمام. فركز معايا بقى عشان نفهم الاساسيات. يبقى احنا عرفنا ان السيل ممبرين ده ايه، غشاء الخليه، واتفقنا ان اي حاجه لازم نتكلم عن اللايت ميكروسكوب بتاعها، تمام. ممكن اكتبه لك برده كده LM اختصاره لايت ميكروسكوب بتاعه، ونتكلم عن الالكترون ايه ميكروسكوب EM، تمام. قال لك تعالى نشوف السيل ممبرين. احنا اتفقنا ان الخليه اهي، الخليه وعندها نواه، عايزين نشوف السيل ممبرين كده تحت اللايت ميكروسكوب، ناخد حته ونشوفه. قال لك جيت اشوفه وجاي ابص تحت اللايت ميكروسكوب ما شفتش السيل ممبرين. الله، من اولها كده يا دكتور اول حاجه جايه تديها لنا وتقول لي اللايت ميكروسكوب، وعمال تشكر فيه وتقول لي عمال موجود في المعامل عندنا كلها، وفي الاخر تقول لي نوت سين باي لايت ميكروسكوب، ما بقدرش اشوف السيل ممبرين باللايت ميكروسكوب. قال لك ودي نقطه مهمه جدا، الMCQ تيجي في اسئله الاخطر كتير، يقول لك السيل ممبرين بقدر اشوفه، قول له نوت سين باي لايت مايكروسكوب. طب ليه؟ لان هو فيري سن، بيكون رفيع جدا يا جماعه، صغير جدا يا جماعه، ما بقدرش اشوفه باللايت مايكروسكوب. عشان اشوفه باللايت مايكروسكوب محتاج الالكترون ميكروسكوب، لان انا اللايت ميكروسكوب مش هقدر اشوف بيه. طب ممكن يا دكتور معلش عشان خاطري حاول تشوفه باللايت ميكروسكوب، اصل انا ما عنديش غير اللايت ميكروسكوب. قال لك ممكن استخدم بقى سبيشال ستين، صبغه مميزه. ما انا يا ابني عشان اشوف اي شريحه لازم احط صبغه، وهنعرف الطرق دي في التكنيكس والتحضير للهيستولوجي. احط صبغه على الشريحه واشوفها تحت اللايت ميكروسكوب. فقال لك مهمه جدا الMCQ، باللايت ميكروسكوب انا ما بقدرش اشوف غشاء الخليه، ما بقدرش اشوف السيل ممبرين. طب عشان تشوفه محتاج سبيشال ستين. محتاج ستين يعني ايه يا جماعه؟ ستين ترجم معايا عشان كلام مهم. ستين يعني صبغه، تمام. بحتاج صبغه مميزه خاصه للسيل ممبرين عشان تقدر اشوفه باللايت ميكروسكوب. طب يا دكتور الصبغه دي غاليه عليا، الصبغه دي مش معايا، فاضطر اشوفه بالالكترون ميكروسكوب. بس في مشكله، الالكترون ميكروسكوب بيبين الحاجه ابيض واسود، بس بيكبر ويبين لي كل حاجه بالتفصيل. جيت اشوفه بقى، ببص تحت الالكترون ميكروسكوب اقيس السمك بتاع السيل ممبرين. قال لك لقيت السكنس بتاعه. السكنس يعني ايه يا جماعه؟ السكنس يعني السمك. السمك بتاع السيل ممبرين لقيته من 7.5 ل10 نانومتر، تمام. يعني جيت السيل ممبرين اهو، ده السيل ممبرين، جيت اقيس السمك بتاعه كده، السمك بتاعه لقيته من 7.5 ل10 نانومتر. وركز بقى على النقطه دي لانها بتيجي كل سنه في الMCQ ولا يخلو منها اي امتحان. بص كده بيجيب لك الارقام، يقول لك 7.5 و10 وكل الاختيارات 7.5 و10. تقول لي الله يا دكتور طب كل الاجابات صح، ويلعب في وحده القياس، يقول لك نانومتر ولا انجستروم ولا مايكرون ولا سنتيمتر، وانت بقى هوبا تنسى. عشان كده بركز، بقول لك ركز كده وصحصح معايا. ده 7.5 ل10 نانومتر.
من 7.5 ل 10 ايه نانو متر. طب لو قال لك بص ليها رقم تاني، من 75 ل 100 انجستروم، وحده قياس انجستروم، صح، لان ال 75 ل 100 انجستروم هي من 7.5 ل 10 ايه نانومتر. فركز على الرقمين وحده القياس عشان خاطري، لانها بتيجي كل سنه والناس كل سنه بتتخزوق فيها. وانا هبقى بنبهك، انا وظيفتي هنا ان انا انبهك، اعرفك، افهمك كل حاجه، واترجم لك كل كلمه، واقول لك ايه النقط اللي بتيجي في الامتحان، وازاي بتيجي في الامتحان، اسئله الاخطر بتيجي ازاي، اسئله النظري بتيجي ازاي، وتتعامل معاها. عشان كده انا عامل لك الفيديو ده عشان اسهل لك الدنيا، عشان اقلل لك الايه التوهان. فعشان كده ركز معايا بالراحه. ده السيل ممبرين غشاء الخليه، لما جيت اشوفه باللايت ميكروسكوب ما شفتوش. ليه؟ لانه هو رفيع جدا، صغير جدا، مش هيبان، محتاج له صبغه مميزه وهي مش عندي اصلا. طب يا دكتور سهل علينا، خلاص نشوفه بالالكترون ميكروسكوب. جيت اشوفه لقيت كده، جاي اصلي على النبي وابص لقيت سمكه من 7.5 ل 10 نانومتر. طب الدكتور يسيبني في حالي بعد ما عرفتها وحفظتها وكفايه ان انا علم علوم مش علم رياضه؟ لا، ده يرخم عليا في وحده القياس، يقول لي هي نانومتر ولا انجستروم ولا مايكرو. فعشان كده بقول لك بعد اذنك يا معالي الوزير الغالي ركز على وحده القياس، ركز على وحده القياس، دي درجه اوعى تضيع منك. قال لك جميل. قال لك لما بصيت على السيل ممبرين لقيته بيبان حاجه اسمها تراي لامينار ابيرنس. نقطه مهمه للمسكيو، وتعالى نفهمها واحده واحده. بص كده، قال لك لقيته تراي يعني 3، لامينار جايه من لامينا، لاير يعني طبقه، يعني بيبان ان هو منظره 3 طبقات. ابيرنس يعني منظر. طب ليه بان كده؟ قال لك لان انا صبغته بحاجه اسمها اوزميوم تتروكسايد. دكتور الحته دي مش فاهمها. السيل ممبرين يا جماعه بيبان ان هو 3 طبقات. طب ازاي يا دكتور؟ انا مش فاهم الحته دي. هنفهمها واحنا بناخد تركيب السيل ممبرين هنا. ازاي يا دكتور؟ تعالى بالراحه. لما جبت السيل ممبرين وحطيته تحت الالكترون ميكروسكوب، ركز، اللي بيشوف الحاجات الصغيره ويكبرها، لقيت ان السيل ممبرين بيتكون من جزء فيه ليبيد، دهون، وجزء فيه بروتين، تمام، وجزء فيه كربوهيدرات على السطح، جزء فيه كربوهيدرات ايه على السطح. جميل، جميل جدا. تعالى ناخد دلوقتي النهارده جزء الدهون. يبقى احنا السيل ممبرين في جزء حته فيها دهون، وحته فيها بروتين، وحته فيها كربوهيدرات. تعالى ناخد الدهون. قال لك بص، لما جيت اشوف السيل ممبرين تحت، او هو كطبيعته اصلا ايه، قال لك السيل ممبرين ده باي لاير. باي يعني ايه؟ يعني 2. لاير يعني طبقتين. الله يا دكتور، انت مش لسه قايل لي السيل ممبرين 3 طبقات؟ اقول لك اهدى بس، اصبر عليا. السيل ممبرين في طبيعته طبقتين، بيتكون من حاجه اساسيه اسمها الفوسفو ليبيد. فوسفو يعني فوسفات، وليبيد يعني دهون. اهي ده منظر الفوسفوليبيد يا جماعه. ركز كده على منظر الفوسفوليبيد. ادي ده منظر الفوسفوليبيد، تحفظه زي اسمك. بتلاقيه عامل زي راس كده، كوره بنسميها الهيد، وبنلاقي نازل منها ديل بنسميه التيل. يبقى السيل ممبرين بيتكون من وحده اساسيه اسمها الفوسفوليبيد. السيل ممبرين بيتكون من وحده اساسيه اسمها الفوسفوليبيد. مهم جدا. السيل ممبرين بيتكون من وحده اساسيه اسمها الايه؟ الفوسفوليبيد. اهو الفوسفوليبيد بتتكون من ايه يا جماعه؟ بتتكون من هيد زي ما حضرتك شايف، وبتتكون من تيل، ديل زي ما حضرتك شايف. قال لك بص بقى السيل ممبرين بيتكون ازاي؟ قال لك فوسفوليبيد اهي، والديل بتاعها ادي الراس والديل. فوسفوليبيد راس وديل، راس وديل، راس وديل، راس وديل، راس وديل. فعملت لي طبقه، تمام؟ دي الطبقه الخارجيه. ما المفروض الخليه تبقى ماشيه كده اهو، دايره اهي، الخليه دايره اهي، وهنا النواه في النص وهكذا. فدي الطبقه الخارجيه. ولقيت في طبقه داخليه برضو من الفوسفوليبيد، ادي راس وديل، راس وديل، راس وديل، راس وديل، راس وديل، راس وديل. فيبقى ده تركيب السيل ممبرين. تركيب السيل ممبرين بيتكون من طبقتين من الفوسفوليبيد. ركز الحته دي. ادي طبقه من الفوسفوليبيد اهي، وادي طبقه من الفوسفوليبيد اهي. طبقه خارجيه من الفوسفوليبيد وطبقه داخليه من الفوسفوليبيد. طب انت ملاحظ ايه من الرسمه دي؟ ركز على الرسمه. ملاحظ ان دايما الراس لبره، الراس بتاعه الفوسفوليبيد لبره او لجوه، جوه الخليه اهي او لبره، والديل دايما في نص السيل ممبرين. الديول دايما في نص السيل ممبرين. يبقى انت اهو السيل ممبرين بيتكون من طبقه من الفوسفوليبيد اهي وطبقه من الفوسفوليبيد.
طبقه خارجيه وطبقه داخليه. عشان كده قلت لك السيل ممبرين ايه؟ باي لاير، طبقتين. السيل ممبرين ده باي لاير اوف فوسفوليبيد. ونقطه مهمه للام سي كيو، السيل ممبرين غشاء الخليه ده طبقتين يا جماعه، طبقتين من الفوسفوليبيد. طب قال لك الجزء الليبيد برضو، جزء الدهون اللي شفته من السيل ممبرين بيتكون من حاجه اسمها جلايكوليبيد. جلايكوليبيد يعني ايه؟ جلايكو يعني سكريات اللي هي الكربوهيدرات، وليبيد يعني دهون. يعني بلاقي اجزاء كده سكريات على ايه؟ دهون، بسميها جلايكوليبيد. وبلاقي شويه كوليسترول برضو، ما انت عارف ان الكوليسترول دهون. وبلاقي الفوسفوليبيد، دي ما دي فوسفوليبيد ودي فوسفوليبيد ودي فوسفوليبيد وهكذا. تمام؟ يبقى التركيب الاساسي للسيل ممبرين في جزء دهون. جزء ايه؟ دهون، اللي انا بتكلم لك عليه اهو. قلت لك في جلايكوليبيد، في كوليسترول، في ايه؟ في الفوسفوليبيد. وفي جزء بروتين هناخده في الفيديو الجاي. هتلاقي مثلا في بريفرال بروتين، شويه بروتينات هنا، وفي بروتينات هنا، وفي بروتينات في النص. وهتلاقي في جزء كربوهيدرات، هتلاقي دايما بيكون على السطح كربوهيدرات كده. ده تركيب السيل ممبرين. بس احنا النهارده خلينا في الليبيد بورد، جزء الايه؟ جزء الدهون. ركز معايا وصحصح بقى، ما تنامش. تمام؟ يبقى نقطه مهمه للام سي كيو للاخطر، السيل ممبرين ده باي لاير، طبقتين اوف فوسفوليبيد. طب الفوسفوليبيد دي يا دكتور بتتكون من ايه؟ والله الفوسفوليبيد بتتكون حضرتك من هيد، راس، وتيل. نسكت؟ قال لك لا، لازم اديك نقط مهمه للام سي كيو لا يخلو منها اي امتحان، لازم هتلاقيها في الامتحان وجت في كل امتحانات السنين السابقه. نقط خطر للام سي كيو. قال لك الهيد اللي فوق دي دايما يا جماعه بتكون بولر. بولر يعني ايه؟ قطبيه، يعني بتحب الميه. بص هيدرو، هيدرو يعني ميه. فيليك يعني محبه، محبه للميه، محبه للميه. يبقى خلي بالك الراس دي، الراس اللي بره دي هيدروفيليك، بولر، قطبيه. تمام؟ محبه للميه. اللي بيحب الميه يا اولاد يبقى بيكره الدهون. فيليك يعني بيحب، فوبيك يعني بيكره. فهي هيدروفيليك يعني بتحب الدهون، فهي نفس المصطلح تبقى لايبو فوبيك. فوبيك يعني يكره، لايبو يعني دهون. يعني اللي بيحب الميه بيكره الدهون. طب واللي بيحب الدهون بيكره الميه، عكس عكاس. طب بالراحه يا دكتور، ما تتوهنيش، ما تلخبطنيش. تمام؟ خلينا بس في المكتوب عندك. يبقى الهيد دي بولر، قطبيه، وبتحب الايه؟ بتحب الميه. قال لك التيل ده يا معالي الوزير الغالي، التيل ده نون بولر. نون بولر يعني ايه؟ غير قطبي. يعني هيدروفوبيك. فوبيك يعني ايه؟ كاره للميه، ما بيحبش الميه. يبقى عكس عكاس. بص اهو، انت عندك اهو الفوسفوليبيد، الراس والتيل. الراس دي بولر وهيدروفيليك، بتحب الميه. لكن التيل نون بولر وهيدروفوبيك، بيكره الايه؟ بيكره الميه. قال لك خلي بالك، بص هتلاقي ان الهيد دي اما دايركتد يعني اتجاهها اوتسايد، اتجاهها لبره، او دايركتد انسايد يعني اتجاهها لجوه. يعني ممكن يبقى اتجاهها اوتسايد السيل، خارج الخليه، او ممكن يبقى انسايد السيل يعني داخل الايه؟ داخل الخليه. لكن التيل، بص التيل كل الديل دايما دايركتد يعني اتجاهه توردس يعني ناحيه السنتر، النص بتاع السيل ممبرين. بص كل التيل ناحيه السنتر بتاع السيل ممبرين ازاي؟ كله ناحيه النص ازاي؟ هتلاقي التيل من فوق والتيل من تحت متقابلين، الديول كلها متقابله فين؟ في النص. تمام؟ يبقى الجزء الليبيد انا بشوف السيل ممبرين بيتكون من طبقتين من الفوسفوليبيد. هتلاقي شويه جلايكوليبيد على شويه كوليسترول على فوسفوليبيد، طبقه هنا وطبقه هنا. بتتكون من هيد بولر بتحب الميه، وتيل نون بولر بيكره الميه. تمام؟ قال لك يا دكتور طب شوفها لي تحت الالكترون ميكروسكوب. قال لك لقيت منظرها اللي قلت لك افهمها لك هنا، منظرها ترايلامينر ابيرنس. قلنا ابيرنس يعني مظهر، تراي يعني 3، لامينر يعني طبقه، مظهرها 3 طبقات. ازاي؟ قال لك والله انت عارف ان عندك اهو ادي الفوسفوليبيد اهي، الطبقه الاولانيه اهي، الفوسفوليبيد الطبقه الاولانيه، والفوسفوليبيد الطبقه الايه؟ الثانيه اهي. ركز معايا، عشان اشوف بالالكترون ميكروسكوب بجيب صبغه اسمها اوزميوم تتروكسايد. بجيب صبغه اسمها ايه؟ اوزميوم تتروكسايد. جيت ارميها على
السيل ممبرين لقيت الراس بس هي اللي بتاخد الصبغه دي. بص، لقيت الراس بس اللي بتاخد الصبغه دي، لقيت الراس بس اللي بتاخد الايه، الصبغه دي. فالمنظر بان لي انه 3 طبقات. لقيت طبقه غامقه اهي، ولقيت طبقه فاتحه اهي اللي هي دي الطبقه الفاتحه دي، ولقيت طبقه غامقه اهي. فعشان كده سميته ترايلامينر ابيرنس، ان المظهر بان انه 3 طبقات. لا، لكن السيل ممبرين في الحقيقه طبقتين، طبقه من الفوسفوليبيد اهي وطبقه من الفوسفوليبيد اهي، طبقتين بس. لكن في الالكترون ميكروسكوب، تحت الالكترون ميكروسكوب الدقيق ده، هلاقي السيل ممبرين 3 طبقات، طبقه سوداء وطبقه فاتحه وطبقه سوداء. الاسود، الطبقه السوداء يعني دنس، دنس يعني اسود، والفاتح يعني اليوسنت. عشان كده بيقول لك ان السيل ممبرين بيبان ترايلامينر، 3 طبقات، لما اصبغه بصبغه اسمها ايه؟ اوزميوم تتروكسيد. الصبغه اسمها ايه؟ اوزميوم تتروكسيد. برميها على السيل ممبرين فلاقي طبقتين دنس، طبقتين غامقين، 2 الكترون دنس لاير، يعني طبقتين ايه؟ غامقين اسود، وطبقه واحده بس اللي فاتحه اهي، فبنسميها 1 الكترون ليوسنت ايه؟ لاير، طبقه واحده بس اللي ايه؟ اللي فاتحه. تاني بالراحه، هو ليه السيل ممبرين بيبان 3 طبقات تحت الالكترون ميكروسكوب؟ حتى زمان ايام اسئله الشفوي كان سؤال مهم جدا شفوي، فتقول له عشان لما برمي عليه الاوزميوم تتروكسيد بيحصل فيها ديبوزيشن، ترسيب الصبغه في الهيدز بس. بص بيحصل ديبوزيشن، ترسيب للاوزميوم تتروكسيد الصبغه دي في الهيدز اونلي، في الراس بس، بترسب في الراس بس، فتعمل لي طبقه سوداء وطبقه سوداء، وفي طبقه بتكون ايه؟ فاتحه. عشان كده بيبان ايه؟ 3 طبقات. يبقى يا جماعه السيل ممبرين هنتكلم عليه في حاجتين، لايت ميكروسكوب والكترون ميكروسكوب. اللايت ميكروسكوب ما بشوفوش عشان رفيع جدا، عايز له صبغه ايه؟ مميزه. لكن تحت الالكترون ميكروسكوب سمكه من 7.5 ل 10، وركز على وحده القياس، وبيبان ترايلامينر ابيرنس، 3 طبقات، طبقه غامقه، طبقه فاتحه، طبقه غامقه. تمام؟ بيتكون يا جماعه من ليبيد وبروتين وكربوهيدرات. الليبيد طبقتين اهي، طبقه من الفوسفوليبيد وطبقه من الفوسفوليبيد، فيها جلايكوليبيد، فيها كوليسترول، فيها فوسفوليبيد، بيتكون من راس هيد وفيها ايه؟ وفيها تيل. تمام؟ الهيد يا جماعه دي بولر هيدروفيليك، بتحب الميه واتجاهها فوق او تحت، اوتسايد او انسايد. التيل ده نون بولر هيدروفوبيك، بيكره الميه واتجاهه في السنتر. وليه يا جماعه بتبان 3 طبقات؟ عشان رصبت في الراس بس، رصبت في الراس دي والراس دي، فبان لي طبقه غامقه وطبقه غامقه وطبقه ايه؟ فاتحه. بس كده، سهله وبسيطه. ممكن يقول لك نظر اتكلم عن السيل ممبرين، فتقول له لايت ميكروسكوب والكترون ميكروسكوب، وتقول له الليبيد بارت، الفوسفوليبيد. النقط دي مهمه للام سي كيو يا جماعه، وعرفنا هو ليه بيبان ايه؟ 3 طبقات. بس كده، وانتظروا الفيديو الجاي نكمل فيه السيل ممبرين ونفنشه خالص.